السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم قناة عبد الرؤوف. كما عودتكم دائما فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي. اليوم جبت لكم الوصفة تاع حلوة الطابع ولا حلوة الطورنو، محبوبة الجزائريين، ويجي الله يبارك مشقق ويجي طالع وتجي فيه بنة زمان وما يجيش هذاك الطورنو اليابس، تجي شوية طري واللي راح يكون ناجح 100%. وما راحش تاني كامل يدي منك الوقت في نص ساعة وانتي خلطتيه وطيبتيه وحطيتيه لهم يتقهووا به. ما تنسونيش خواتاتي بالجمل الفيديو والاشتراك وجزاكم الله كل خير. نبداو بالمقادير وطريقة التحضير. هنايا عندي 6 حبات تاع البيض يكونوا بدرجة الحرارة تاع الغرفة، وعندي حبة تاع الليم، وعندي خميرة كيميائية الوزن 10 غرام، وكل 2 حبات تاع البيض تقابلهم وحدة تاع خميرة كيميائية. وهذا الطورنو كما قلت لكم راح نديروه على طريقه تاع زمان، راح نربي فيه غير هذه الحبه تاع الليم، واللي عندها تشينه ثاني تقدر تربي فيه تشينه. ونحتاج ثاني في الوصفه المايزينا وكاس مملوء جيدا تاع السكر، وعندي ثاني الزيت، وراح نحتاج هذه الحلوى الملونه هذه بكري كانوا يخدموا غير بها، وراح نحتاج هذه الحبه تاع البيضه من بعد ندهن بها الحبه تاع الطورنو من الفوق، ونحتاج ثاني الفرينه. هذه المكونات موجوده في كل بيت جزائري، والمكونات تاعها بسيطه وغير مكلفه. نبداو بالوصفه. جيبي اناء ولا باصينه اللي موالفه تخلطي فيها، ونفقس هذوك 6 حبات نتاع البيض. كما قلت لكم هذه الحبه تاع البيض نخلوها ندهنوا بها الوجه تاع الحبه تاع الطورنو من بعد، وهادو 6 حبات نفقسوهم باه نخلطوا بهم الحلوى تاعنا. هنايا بالباطل قاعده نخلط في البيض هو الاول حتى يطلع معايا، عاد باش نروح نزيد السكر. والسكر كي نبدا نضيف فيه غير بالتدريج حتى تكملي هذاك الكاس تاع السكر. وبالنسبه للتخلاط تبغي تخلطيه بيدك، تبغي تخلطيه بالفوي ولا بالباتر. ونزيد نضيف كاس الى ربع نتاع الزيت، وحتى هو نبدا نضيف فيه غير بالتدريج ونبدا نخلط. مهم لازم عليكم تخلطوا مليح، ولازم هذاك الزيت ثاني يدخل غايه في هذوك المكونات، ما يوليش كامل يبان هذاك الزيت في الخليط نتاعك، باه تتاكدي من نجاح الوصفه. ونجيب ثاني مبشور الليمون ونضيفه على هذاك الخليط، ولا كما قلت لكم مبشور البرتقال، ولا ما عندكمش ضيفوا الفانيليا. مهم العطر اللي عندكم ضيفوه من هادو العطور اللي قلتهم لكم، باه تجيب لنا تاع الطورنو تاعكم يجي بنين وشباب. كما قلت لكم لازم تتاكدوا بلي الخليط تاعكم تخلط غايه، السكر داب والزيت يعني دخل مع هذوك المكونات غايه، كشغل ما يديرلكش هذيك الطبقه من فوق. نضيف على هذاك الخليط 3 مغارف يكونوا كبار مملوئين جيدا تاع النشاء واللي هي المايزينا. هذه المايزينا الدورة تاعها راح تعطيكم هذيك الهشاشة للطورنو تاعكم، راح يجيكم بزاف هشيش وتجي فيه كالقرمشه. ونضيف 3 اكياس تاع خميره كيميائيه كما قلت لكم الوزن 10 غرام. انا في هذه المرحله راح نخلط كلش، راح ندير المايزينا معها نوفا اللي هي خميره كيميائيه، وراح نضيف تاني الفارينه معاهم، ونبدا نجمع الخليط بيديا. في هذه المرحله دخلوا يديكم، وكما نعرفوا اي نوع من الحلويات يتجمع غير بالاطراف تاع الاصابع، باش تدخلي كامل يدك وتقعدي تعجني فيه. هنايا الحلوه تاعك الاولى راح تجيك معجنه كنت تعجنيها وما راحش تنجح لك الوصفه، وغير بالتدريج ضيفي الفرينه حتى تنجمع معاك العجينه. وهنا نقسم العجينه تاعي على زوج ونبدا نخدم فيها. هنا نجيبو الحلال ونجيب الطابع اللي يجي مشرشف كيما هكا، هذاك هو الخاص تاع الطورنو، ونحط العجينه تاعي على ساشيه كما راكم تشوفوا، ونعاود نرجع لها ساشيه ونحلها بالحلال. الاولى حليها غير كيما هكا شويه بيديك، بعد كي نحليها بالحلال. السمك تاعها خلوه متوسط شويه رايحه للعالي، خلوها شويه خشينه باه الحبه تاع الطورنو تاعكم تجيكم عاليه. كي تكوني تطبعي في الحلوى تاع الطابع نتاعك تكوني ديجا شاعله الخوشه نتاعك تحمى على نار متوسطه. المهم كي تدخلي الطورنو تاعك يطيب الفرن تاعك يكون حامي. هنا بعد ما حليت العجينه تاعي نروح نجيب الطابع ونبدا نطبع فيها. هنا الاولى نكون تاني وجدت البلاوات درت لهم هكا بابي كويسو، ولا اللي ما عندهاش بابي كويسو تدهن بلاواتها بالزيت وترش عليهم من الفارينه باه ما يلصقش معاك الطورنو تاعك. وكي تبداي تطبعي في الحلوى تاع الطابع تاعك باه يجي الشكل تاعها شباب وماشي مخسر، غطي الطابع تاعك في الفرينه وبداي تطبعي فيه، راح يبقى محافظ على الشكل تاعه. ونبدا نحط في الحلوى تاع الطابع تاعي في البلاوات نتاعها. وهنا بعد ما كملت كامل طبعتهم نروح نجيب غير الصفار تاع البيضه، ما نديرش الحبه تاع البيض كامله، ندير غير الصفار ونزيد عليهم شويه تاع القهوه غير باش تبدلي البنه تاع البيض وصاي. كون ديروا البيضه كامله راح ما يجيكمش الشكل تاع الحبه تاع الطورنو تاعكم من الفوق شباب. كون ديروا الصفار برك
راح يعطيكم لمعة للحبات على الطورنو تاعكم. نكمل ندهن كامل الحبات بنفس الطريقة. وهنايا نروح نجيب هذيك الحلوى الملونة ونبدا نضيف فيها. لك الاختيار، اللي عندك هذه الحلوى الملونة ضيفيها، ولا ما عندك شي حطي من هذاك السكر الاحرش حطيه في الوسط، السكر العادي، وندخلوها للفرن طيب. الفرن انا طيبتها في الكوشه تاع التريسينتي، طيبتها على 180 درجة من الفوق ومن تحت، شعلتها من الفوق ومن تحت. وإلا عندك كوشه نورمال تاع كويزينير ولا، شعلي لها على نار متوسطة يعني من الفوق ومن تحت وخليها تطلع، راح تجيك مشقة وراح تجيك بزاف شابة. انا كي طاب البلا الاول قلعته ورحت درت بلا زاوج يطيب. شوفوا لي كيفاه جا مشقق من الفوق وجاو ثاني كامل على حبه وحده، كاع جاو مشقين وكاع جاو طالعين. هذه الحلوه تاع الطورنو غير جربوها، يعني ناجحه كما قلت لكم مليار بالمية، ماشي غير 100%. وهذه حلوه الطابة، حلوه جزائريه تقليديه اقتصاديه وغير مكلفه. هي الصح في طريقة الطياب تاعها، لازم لكم تشعلوا له من الفوق ومن تحت باش يتشقق معاكم ويطلع ويجيكم شباب كيما هكا. ما تنسوش اخواتي جربوا وصفاتي واكتبوا لي في التعليقات، تعليقاتكم كم راني نشوفهم وحده بوحده. وهنايا من هذا المنبر نبقى لي نقول لكم تهلاو في رواحكم، نتلاقاو في وصفات جدد وروتينات جدد. سلام.